بكم. سؤالي اعتقد يختلف عن كل الاسئله التي طرحتها سبقا. اني اكثر من 4 إلى 5 مرات من كنت بامريكا وحاليا في العراق روجت كثير على سوق التداول الرقمي والكورسات التي تؤخذ. لكن عندما تم الاعلان عن هذا التداول فاجأت بهجمه كلش كبيره من المتابعين على اعتبار ان سوق الارقام والتداول الرقمي يعتبر من احد انواع الربا او الحرام. ما رايكم بهذا الكلام وهذا الاتهام فيما يخص التداول الرقمي للعملات؟ تحياتي. العملات الرقمية نوع من أنواع الدجل وأكل أموال الناس بالباطل. صدقوني احفظوا هالكلام، احفظوه، والزمن دوار. العملات الرقمية هي عبارة عن وسيلة لسرق أموال الناس بالباطل. ستبقى العملة الرقمية ترتفع والناس تشتري وتكسب، ترتفع تكسب وتشتري وترتفع تكسب وتشتري حتى تختفي نهائيا، ويصبح قيمة العملة الرقمية 0، وتذهب أموالكم هباء منثورا كما حدث في الأسهم في عام 2008. فلهذا كل من يروج للعملات الرقمية إنسان لا يتقي الله، لأنه يعلم أنه لا يوجد حماية. يعني مثلا أنا عندي دولار، من المسؤول؟ البنك المركزي في أمريكا. عندي درهم إماراتي، من المسؤول؟ البنك المركزي في الإمارات. لكن من المسؤول عن العملة الرقمية؟ لو سقطت العملة الرقمية من يعوضك؟ فكل من يروج للعملات الرقمية إنسان دجال، خذوها أخوكم، والله العظيم لا يتقي الله عز وجل. كل من يروج شهريا. اي شخص يصير عنده مشكله ما طلع 50% انا اتحمل المسؤوليه. الروبوت هذا من تصميمي انا الخاص وبرمجه الخاص. فعلا أول مرة يصدر حكم زي ده من محكمة مصرية. قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم حمدي ووفاء اليوتيوبرز الشهيرين جدا في مصر غرامة قدرها 1,200,000 جنيه مع إغلاق القناة الخاصة بيهم على موقع يوتيوب. وده بعد ما وجهت لهم طبعا النيابة العامة تهمة الترويج للتداول والإتجار بالعملات المشفرة بالإضافة للتعدي على قيم الأسرة المصرية. هي الحادثة أو الفيديو اللي طرهم يغرموهم عليه، شو كان موضوع الفيديو يعني اللي غرموهم عليه؟ هم بدأوا يروجوا للعملات المشفرة وإنه هم يقدروا إن هم يساعدوا المتابعين يكسبوا منها.